هاي بنات، اهلا بيكم في قناتي. معاكم نادرين موسى. النهارده حبيت اشارككم الميك اب لوك اللي انتوا شايفينه ده. خطوات سهله وبسيطه جدا، ده بيناسب الميك اب اليومي. لو حابين تعرفوا ديتيلز اكتر عن الميك اب النهارده بليز خليكم تابعين. اول حاجه هستخدم الكونسيلر من هدى بيوتي، وهطبق حاجه بسيطه جدا على الجفن علشان اوحد لون الجفن معايا واعمل البيز بتاع الاي شادو بتاعي. وطبعا هطبق ده بفلات براش او كونسيلر براش. بعد كده هاجي للشيد نفس درجه لون البشره، وهبدا ان انا اثبت الكونسيلر اللي انا حطيته. بعد كده الدرجة اللي أنا هستخدمها على الكريس لاين هي الميديوم براون أو اللي هي البني المتوسط، وهبدأ إن أنا أطبقها على الكريس لاين بفرشة دمج. وطبعا هبدأ إن أنا أفرد اللون لفوق شوية، هطلع فوق شوية عن الجفن المتحرك وأبدأ أدمج اللون بحركات دائرية. هتنقل بعد كده للأبر لاش لاين، وهستخدم بلاك ايلاينر من اسنس. هحط خط بسيط على أعلى الرموش، وبعد كده هرجع بالفرشة وأدمجه أو أعمله سوفتنينج شوية علشان أخف من حدة اللون. طبعا مش لازم الخط يبقى بيرفكت لأن أنا مش بعمل وينج، أنا بس بحدد العين من فوق. بعد ما هدمج الايلاينر هرجع اجيب درجة بني غامق، الدرجة اللي في الكورنر دي، وهبدأ ان انا اعمل بلندنج لللاين بالبراون اي شادو. بعد كده هاجي بفرشة دمج صغيرة اللي هي بنسميها بنسل براش وهدمجه. هعمل سوفتنينج للكولر شوية، هخليه يبان شكله اهدى شوية على العين. بطلع باللون حاجة بسيطة على الجفن المتحرك، لكن مش بوصله للكريس لاين. هاجي بعد كده هستخدم الماسكارا. طبعا انا اوريدي حاطه رموش، ولكن هي رموش ناتشرال جدا طبيعيه، مش حاجه دراماتيك، حاجه فيري لايت اقدر ان انا استخدمها الصبح عادي. شكلها باين طبيعي جدا. بعد كده هتنقل للفاونديشن. النهارده هستخدم شيسيرو والدرجه هي باين 320، وهستخدم حاجه بسيطه قوي. زي ما انتم شايفين ده هيديني بس 1 layer الفاونديشن بتاعي. طبعا ما انساش منطقة الرقبة، لان انا دايما بحب ان انا to go one shade lighter than my skin، عشان كده لازم احط على الرقبة عشان يبان كله لون واحد. هاجي بعد كده بالفاونديشن براش وهبدأ ان انا ادمج اللون. مش هستخدم النهارده سبونج لان انا استخدمت طبقة رقيقة قوي، فمش عايزة اخسر او اضيع الكفرز بتاع الفاونديشن بتاعي، لان زي ما انتوا عارفين السبونج بتاخد كتير من البرودكت، وبالتالي هيبان الفاونديشن اخف. طبعا لو لاحظتوا لما بستخدم الفاونديشن ما بطلعش كتير للمنطقة اللي تحت العين عشان ما يخططش معايا. هاجي اتنقل لللور لاش لاين، هحدد الخط بتاع الرموش بالبلاك ايلاينر. الكحل ده من اسنس، very affordable ومن
كحل اللي بيثبت وغامق ودرجته غامقة وبيثبت معايا. انا بحب السواد بتاعه جدا. وهرجع بالفرشة اللي انا دمجت بيها الاي شادو من فوق، اللي هو البراون اي شادو اللي انا ضفته على الخط العلوي للرموش، وهبدأ ان انا ادمج اللاين بتاعي شوية. انا ما حطيتش، خلي بالكم، الايلاينر جوه العين، انا حطيته بس على اللور لاش لاين، وهسيب جوه العين فاضي. يعني انا مش حابه ان انا استخدم لون بيج او لون ابيض جوه العين، لان ده هيخلي اللوك دراماتيك اكتر. انا بس بحدد شكل العين، عشان كده مش حابه استخدم حاجه على العين من جوه. هتنقل للخطوه اللي بعد كده، وهي الكونسيلر والهايلايتر. هستخدم درجتين كونسيلر. الدرجه هدى بيوتي بتاعت هدى بيوتي اسمها شوجر بسكت، ودي هستخدمها عشان اوحد لون المنطقه اللي تحت العين، وهستخدمها برضو تحت التشيك بون، لان انا مش بحب افتح قوي بالهايلايتر في المنطقه اللي تحت التشيك بون دي. هدمج بنفس الفرشه بتاعت الفاونديشن، هدمج الكونسيلر طريقه الطبطبه طبعا عشان يحافظ لي على التغطيه. زي ما انتم شايفين بحدد اللاين اللي تحت العين، عشان كده انا دايما بحب ابدا بالعين الاول، عشان وانا بشتغل انضف اللاين اللي انا عملته او الشغل اللي انا عملته، سواء الاي شادو او الايلاينر. وهدمج، اعمل له بلندنج بسيط كده. بعد ما دمجت الكونسيلر هستخدم درجه افتح، وهي لايت ميديوم جولدن، وده من هوس لاب. الكونسيلر ده is one of my favorite، وهستخدمه في المناطق اللي انا حابه ابرزها اكتر. لكن هستخدم الكونسيلر براش دي، هي ماركة مش معروفة، بس حبيت ان هي بوينتي كده وبتحافظ على البرودكت الموجود، يعني ما بتمتصش البرودكت او الكونسيلر. هبدأ ان انا اوزعه لفوق شوية وعلى بداية الحاجب، الخطوة اللي بعد كده هو ان انا هستخدم البرونزر وهحدد بيه التشيك بون، استخدمه على الجبهة من هنا وعلى الدقن، ويحدد بيه النوز. هاجي الاول على النوز بفرشة صغيرة، ادمج التو لاينز، هرجع تاني بفرشة تانية ادمج البرونزر، بعد كده هاجي هستخدم الكريمي بلاشر ده من ويت اند وايلد، وهستخدمه على التشيك بونز. الدرجة هي ميجا جلو، ميجا جلو، I think that's the shade. حبيت درجته قوي، حلو خصوصا للناس اللي بشرتها ميديوم تو دارك.
حتى البشرة الفاتحة اعتقد بيبقى شكله حلو قوي عليها، لانه بحسه يعني مش بينك فاتح قوي ومش غامق قوي، يعني just a perfect pink. ورجعت بالفرشة بتاعت الكونسيلر بس عشان ادمجه يبان شكله blended اكتر. عشان اثبت كل ده هستخدم النهارده لوز باودر من هوس لاب، و I'm gonna press، هضغطها تحت العين، بس بحب اثبت تحت العين. بعد كده هستخدم الليب لاينر ده من إلف ودرجته موف اسايد. وبعد كده هستخدم الدرجة دي من ميبلين سوبر ستاي، درجته هو 335. استخدم بس نقطة واحدة منه وهدمجها بالبرش. وبعد كده هستخدم الليب جلاس ده من هوس لاب ودرجته هي جوافا. لون هادي قوي. بلاشر من Hourglass ودرجته at night، وقريب كتير من الكريم بلاش اللي انا استخدمته. اخر خطوة اعملها هستخدم هايلايتر من تو فيست. وبكده يبقى خلصنا الميك اب لوك النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناه، كمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده. شكرا لمتابعتكم، وهشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.